السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ارتقي للأفضل. اليوم غادي نهضروا على موضوع كيلمس القلب، علاش كنقساو على راسنا وكيفاش نكملوا بلا يأس. عمرك بديتي حاجة وانت متحمس بزاف ومن بعد ايام او اسابيع لقيتي راسك حبستي؟ اذا وقع لك هادشي راه ماشي لانك ضعيف، ولكن لاننا بزاف كنقساو على راسنا بلا رحمة. الله سبحانه وتعالى قال: لا تقنطوا من رحمة الله. شوف الرحمة في الكلام، ما قالش علاش فعلتوا هكذا، بل قال: لا تيأسوا، باب الرجوع محلول. وفي آية أخرى: وخلق الإنسان ضعيفا. الله يعترف بضعف الإنسان وما طلبش منا الكمال، طلب الصدق والمحاولة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعنده حديث آخر: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني خطوة صغيرة مستمرة خير من محاولة كبيرة توقف بعد يوم واحد. أنا شخصيا كنت بغيت نفيق بكري ونبدأ في عادة الكتابة، ولكن كنت كنغلط في اليوم الأول أو الثاني. مني كنت كنقصو على راسي كنت كنوقف ونحس بالإحباط، ومن بعد قررت نبدأ بدقيقة واحدة يوميا، غير دقيقة واحدة. مع الوقت وليت كنكتب من 5 حتى 10 دقائق بلا ما نحس بالضغط. هاد الطريقة خلتني نكمل بلا قسوة بلا يأس، وهكذا التغيير كيولي طبيعي. اليوم جربوا هاد الخطوة الصغيرة، اختاروا حاجة واحدة تقدروا ديروها اليوم فقط، دقيقة ذكر، صفحة قراءة أو خطوة صغيرة في عملك. المهم ديرها باستمرار بلا ضغط وبلا جلد ذاتك. راه الاستمرار أهم من القوة الكبيرة، والله غادي يبارك في هذا الجهد الصغير. إلا بغيتي تغير بدل السؤال، ما تسولش علاش أنا ضعيف، سول شنو الخطوة الصغيرة اللي نقدر نديرها اليوم. الله ما سدش الباب وما طلبش الكمال، طلب قلب يرجع كل مرة. خليك معنا وخلينا نرتقي للأفضل.